طب ايه بقى؟ نبتدي اللوب منين؟ اتكلمنا قبل كده عن تكنيك ال OODA لوب بشكل عام كأداة بتساعد المستثمر إن هو ياخد قراراته بشكل أسرع وأذكى. تعالوا نبدأ بالأو. أول مرحلة اللي هي الأوبزرفيشن أو الملاحظة. دي مش مجرد إنك تشوف العقار أو السعر بس، وهي إنك تلاحظ الوضع بالكامل من أول المعلومات اللي موجودة في إيدك لحد الإشارات اللي مخفية وسط الزحمة. ابدأ اسأل نفسك وفكر معايا، إيه اللي بيتغير حواليا؟ الأسعار، المنافسين، حتى قوانين التنظيم. المعلومات اللي عندي حديثة موثوقة؟ هل في مؤشرات في السوق بتقول إن الاتجاه اتغير فعلا؟ هل في حد بيأثر على قرار الشراء من وراء الستار؟ هل أنا فعلا شايف الواقع صح ولا بفسره على مزاجي؟ هل ده التوقيت الصح للتحرك ولا محتاج أراقب شوية كمان؟ الأسئلة دي مش للحفظ، دي أداة بصرية بتساعدك ترسم صورة كاملة للواقع. لو محتاج تطبق الأوبزرفيشن على أي مشروع في السوق العقاري المصري، اكتب لنا في الكومنتس اسم المشروع وفريق انفستمنت دار هيساعدك.